عايزه تهربي مع جربوع زي ده وتفضحي لي في الدنيا كلها؟ انت ما انتش عارفه انا مين؟ نفسي اعرف. اخرسي، اوعي تفتحي بقك بكلمه. انا لولا لميت الموضوع بفضل اصدقائي ومعارفي كان زمان صورك في الجرايد، كان زمان سمعتي دلوقتي على كل لسان، كان زمان اسهم شركاتي في الارض. كل اللي يهمك شركاتك. انت اللي كانت تتكلمي. انت حاسه عملت ايه؟ حبيت وكنت نفسي اعيش مع اللي بحبه. حقي. وانا حقي فين من ده كله؟ ده مش جوزي ولا خطيبي عشان تكره يوسف بالشكل ده. العداوه اللي بينك وبين ابوه دي ملناش ذنب فيها. انت غبيه، انت ما انتش قادره تفهمي. انت السلاح اللي ماسكه المصري علشان يضربني بيه، طلقه الرصاص اللي هتجيني في ظهري من اعدائي. رصاص واسهم وفلوس وبورصه، ده مش عالم، دي غابه وانا ما اقدرش اعيش فيها. احنا ما بنختارش نعيش فين ولا مع مين. انا اخترت اعيش مع يوسف في مصر. انت ما انتش هتخرجي بره الفيلا دي من غير حرس معاكي. اما يوسف بتاعك ده لازم يعرف انه دخل معركه هو مش قدها. انتوا مين؟ انتوا مين وعايزين ايه؟ انت بتضربني يا حيوان. فك ايدي كده وانا اعلمك الادب. هتندم عليهم اللي دخلت في اليونان انت وابوك. انتوا اكيد من كلاب جورج، صح ولا لا؟ عشان ما اسمعلكش صوت. سيلينا فين؟ سيلينا سيلينا عملتوا فيها ايه يا كلاب؟ Yeah. Yes, come in. Leave it here. Yeah. Thank you. Thank you very much. Okay. Thank you, sir. Thank you. في صحتك يا حنف، في صحة الملايين والمليارات، في صحة البترول. في صحتك يا محمود يا مصري. وسمعني بقى اجدع سلام لاسكندرية واللي منها، الورديان والأباري والأنفوشي وبابا 14 والجمرك وكرموز ومحرم بيه، وسمعني أحلى سلام. وانتي أنت انت يس. اوكي الو. يا خالد، وحشني يا ابن اللذينه. لا انا فل الفل. عملت شغل انا ايه؟ الله اكبر الله اكبر في عين اللي ما يشوفه ما يصلي على النبي. ايوه كده. اللهم صل عليك يا نبي. المنيا هتلعب هلا، وهنبقى من الحواديت الكبار قوي في العالم. صفقات كبيره قوي، نقل بترول ولا منه. سنة واحدة يا أبو خالد، سنة واحدة واسم المصري هيلعلع في العالم كله. أنت مال صوتك يا هلا؟ صوتك مش عاجبني، في حاجة؟ في حاجة يا خالد؟ أمال مال صوتك؟ في حاجة حصلت ليوسف؟ يوسف جراله حاجة؟ أمال زعق. انت بتقول ايه؟ اختفى يعني ايه؟ ما هو انا كنت واقف عشان اطمن عليه لغايه لما يركب، وبعدين جم وخدوه، وبعد كده مش عارف ايه اللي حصل، كانه فص ملح وداب. وايه اللي كان مصفره؟ ما قلتليش ليه بالتليفون؟ يا باشا الحكايه دي جت في دماغه فجاه بعد ما سيادتك سافرت. يا سلام، فجاه كده من غير ما يقول لي. وفيها ايه يعني يسافر؟ يقبضوا عليه ليه؟ ما هو اصل سيلينا كانت معاه. سيلينا؟ وعلى فرض ايه المانع القانوني يعني في انها تسافر معاه؟ الا اذا كان ابوها خد خبر وراقبهم. وبعدين تسافر ازاي؟ ويوسف بنفسه قال لي ان ابوها خد منها الباسبور.
انت مخبي عني حاجه يا خالد؟ ما هو انت يا خالد في ايه؟ سيبوه. وديت ابني فين يا راجل؟ مين ابنك؟ احنا لغايه دلوقتي كل اللي بينا فلوس وكلام، لكن لغايه ابني يبقى فيها بحور دم اغرقك فيها انت واي حد. تتعلم ازاي تتكلم مع الناس المحترمين. انت خلاص كبرت وبقت صورك بتطلع في اخبار المجتمع، قمت قاعد مع ناس يصورك في الناس المشهوره. انا طول عمري كبير، بس يوسف كوم والدنيا دي كلها كوم تاني. وديت ابني فين يا جورج؟ انت غلطت في الالوان. لما تحب تسال على ابنك يبقى روح اقسام البوليس والمستشفيات، ده مكتب راجل محترم. طب اسمع بقى، قسما عظما انت لو ما عرفتش بشرب من دمك. ابنك ايديك مجنون مجنون، اديك قلتها مجنون. عارف انت المجنون ده ممكن يعمل ايه؟ يحرق، يقتل، يدمر العالم كله. ارموه بره. انا وانت والزمن طويل يا جورج. عملها إليانوس؟ ما يقدرش يقول لي لا. كل الخير اللي هو فيه ده مني انا. طب والواد هيعمل فيه ايه؟ واحنا اعرف منين؟ المهم يبعد عن سيلينا وابوه، يتعلم درس ان اللي يقرب مني نهايته الانتحار. ايوه بس لازم تاخد بالك، هو مش هيسكت، هيرد بأعنف مما تتخيل. انتوا المصريين دايما كده تحبوا تبالغوا في كل حاجة، وده الفرق اللي بيننا وبينكم. الاوروبيين بيعرفوا يحطوا كل واحد في حجمه الحقيقي، ومحمود بتاعك ده مجرد مغامر لا اكتر ولا اقل. انا بس حبيت احذرك عشان ما نحلمش انا وانت زي ما حلمنا بكريستينا ويجي محمود يصحينا على كابوس. الكابوس هو اللي عايش فيه دلوقتي. أنا أول باسيليوس ما بلغني بالخبر اهتميت وأصدرت تعليماتي لجميع مراكز البحث الجنائي. ابنك مش موجود في أي مكان في الوزارة. يا فندم اللي خدوه من المينا ناس بزي رسمي. حققت وعرفت لما لقوا جواز سفر سيلينا مزور، لموهم وحققوا معاهم وسابوه يمشي. طيب تفتكر سعادتك يكون راح فين؟ أنا كرجل قانون ما أقدرش أجزم بشيء، لكن البلاغات اللي بتجيلنا من مينا اللي هي مجال شغل سعادتك بتبدأ بالمناوشات الصغيرة، وبعدين المعارك الدموية وللخطف، وأحيانا للتصفية الجسدية. طمن يا محمود، ان شاء الله يوسف بخير. أنا من ناحيتي مش هسكت، وهتابع الموضوع أول بأول، وأول ما أعرف حاجة هبلغك فورا. متشكر جدا. وأنت كمان لو بتشك في أي حد من اللي تبعك تبلغني فورا. سيادة الوزير احنا متشكرين على وقت سعادتك. العفو. عن اذنك. مع السلامة. شكرا. مع السلامة. الموضوع مش هيخرج بره جورج واكرم. واكرم؟ يا ساتر، ده حتى مصر زينا. لا ملوش في الكلام ده. طب وإليانوس؟ إليانوس لو هيعمل حاجة هيعملها بره الوزارة. أعتقد المرة دي إن إليانوس ملوش أي علاقة بالموضوع، لأن حياة ابنه اللي في بطني أغلى عنده من كنوز الدنيا ومصالحه مع جورج. وبعدين هو متفق معايا، حياة ابنه قصاد حياة ابنك. محدش زاره قريب ولا كلمه. جورج، أكرم. من ساعة ما كنت عندك في المكتب وحكيت لك على قضية أمريكا مفيش جديد. بالمناسبة عملت إيه في القضية؟ قدمت طلب تصالح وهينظروا فيها. كاترينا أنا حاسس إني بحملك فوق طاقتك، لكن أرجوكي لو عرفتي أي حاجة بلغيني بيها. مش محتاجة توسيني محمود. أول مرة أحس بالعكس، أحس إني مش قادر أتصرف ولا قادر أحمي ابني الوحيد.
احلامي بياخدوها مني. هتلاقيه محمود، هتلاقيه. احساسي بيقول لي كده. يا ويلو، يا ويلو اللي يمس شعر منه. ما قلتليش يعني ان يوسف المصري مخطوف اليانوس؟ بجد؟ من امتى؟ وانت عرفت ازاي؟ الدنيا كلها عارفه. غريبة ان انا ما اعرفش، تفتكر مين اللي عمل كده؟ مع ان انا ما بيتحققش معايا، الا ان مدام حبيبتي كاترينا انا موافق وهجاوب. اللي زي محمود المصري ده اعدائه كتير، هم يخطفوا ابنهم، هو يخطف بنتهم. يعني الضرب تحت الحزام في العالم ده شيء مشروع جدا. قولي لي، هو ابنه الوحيد؟ متهيألي كده. اكيد حالته النفسية سيئة جدا. والله ما شفتوش عشان اعرف حالته النفسيه شكلها ايه. طب بس على فكرة، لو انت بتشكي فيها كاترينا لحظة واحدة تبقي غلطان. انا وعدتك. اتمنى انك تكون عند وعدك اليانوس. انا بدأت معاك حياه جديده، واتمنى اشوف اليانوس الانسان، مش مدير الامن العام اللي اسمه بيخلع القلوب من الرعب. يا حبيبتي انا طيب جدا، وبكرة هتعرفي. متشكرين يا جماعه، متشكرين. مبروك يا نور. الله يبارك فيك يا طارق. ألف مبروك يا ولاد. الله يبارك فيك يا عم. عاوزاك يا طارق تحط نور جوه عينيك، وكفايه اللي شافته من وده وقته برضه. سيب الأولاد يفرحوا. انا عاوزك تطمني يا طنط. نور في عينيا الاتنين، وزي ما هي محتاجه تنسى، انا كمان محتاج انسى وابدا حياتي من جديد. طارق، احنا هنضيع الوقت كله في الكلام ولا ايه؟ احنا مش قدامنا سفر، ولا انت ناوي تاكل عليا شهر العسل؟ ربنا يجعل ايامكم كلها سعاده وعسل يا بنتي. بس يعني عاوزينكم كنتوا تقعدوا معانا كده يومين نفرح بيكم احنا الاول. يا ماما، معهد العالم العربي في باريس عامل مؤتمر هايل للمرأة، وانا اللي هتكلم فيه. انتي ناسيه ان بنتك بقت دكتوره ولا ايه؟ لا يا حبيبتي مش ناسي، بس كمان هتقضي حياتك كلها مؤتمرات وسفر؟ لا، احنا عاوزين حفيد. معاكي حق يا ماما، معاكي حق. يعني ايه يتجوزوا؟ اتجوزوا يعني اتجوزوا. بمنتهى البساطة كده يبيعوني هما الاتنين. انت عرفت ازاي؟ ابويا كلمني وقال لي عشان ابلغك. وهي ما عرفتش ترفع سماعة التليفون وتكلمني تقول لي زي ما ابوك قال لك؟ سيمبلي ابويا قال لي لاني ابنه، لكن نور ما قالتلكش لان مفيش اي قرابه بينكم، مجرد اكس وايف. على العموم اي حاجة يعملها ابوك مش بعيد عليه، حتى لو خد مني نور. طب وانت مضايق نفسك ليه كده ومتوتر؟ خليك كول يا اكرم، ريلاكس، خد الموضوع بكل بساطه. انت علاقتك مع نور انتهت، وده معناه دلوقتي انها من حقها تبدا حياتها من جديد مع اخويا. وايه المانع؟ مش معنى ان اخوك انك تبالغ في العلاقه دي، ما هو ده عيب العرب والمصريين عموما، انفعاليين زياده عن اللزوم، اذا حبوا يحبوا موت، واذا كرهوا يكرهوا برضه موت. عشان كده قراراتهم انفعاليه خاليه من اي منطق. جرايه فيلسوف صغير، وانت لسه طلعت من البيضة عشان تفضل تحللني؟ وبعدين مين قالك تتكلم معايا بالطريقة دي وانت واثق قوي من نفسك كده؟ انت زعلت ولا ايه يا اكرم؟ لا ما زعلتش، ومحدش يقدر يزعلني، لا ابوك ولا نور ولا حتى انت. انا في الاول وفي الاخر اكرم زهني. طب ريلاكس بس واهدى كده، مفيش مشكله. يا جينا، جينا، عاوز ايه بس من جينا وانا اعمله لك؟ قول لي. اللي هطلبه من جينا انت مش هتقدر تعمله. جينا، تحت امرك استاذ اكرم. تتجوزيني؟ برضو يا بنتي مش عايزة تاكلي؟ طب ردي عليا. مش قادر افهم اي شيطان داخل ما بيني وما بينك. قولي لي يا بنتي، انت عايزة ايه؟ انت عارف يوسف
الموضوع مش يوسف، الموضوع اني عايزه اكون سيلينا اللي انا عايزاها مش اللي انت عايزها. في حاجة يا بنتي طلبتيها وما كانتش رهن إشارتك. حريتي. يا بنتي انت طول عمرك بتعملي اللي انت عايزاه، مفيش طبعا الا اليومين دول وانت عارفة السبب. الحريه مش دخول وخروج، الحريه قرار. انا مش قادر افهمك يا سيلينا. عارفه. طيب ايه رأيك نرجع زي زمان؟ مش احنا زمان كنا بنختلف، لكن عمرنا ما وصلنا لكده. يا سيلينا في صورة عالي بيني وبينك مانيش قادر اعديه. هتفضل بابا اللي انا بحبه، بس السور ده ما اتبناش النهارده ولا بسبب يوسف، السور ده اتبنى من زمان. طب يا حبيبتي انا هسيبك تفكري، خلاص بلاش تتجوزي لداس، لكن كمان يوسف مستحيل. بس دي اول غلطه. لكن بمليون غلطة. امال لو ما كنتش معايا خطوة خطوة ومأمنك عليه وفاهم عدواتي وشغلي كنت عملت ايه؟ ازاي قلبت عبيط كده في ثانية؟ انت تستاهل انت الواحد يسيب رقبته امانة في ايديك؟ يا محمود ليه ما انت سبتها قبل كده وما ندمتش؟ صح، لكن المرة دي انت غلطت غلطة جايز تكلفني فيها حياة ابني. بعد الشر عليه. شغل التعديل ده انا ما بحبوش. مستحقاتك تصرفها على داين مليم. انا مش عايز حاجه يا محمود بيه. انا ما احبش حد يباشش عليا. فلوسك تاخدها وتتكل على الله من هنا. المكتب ده ما تجوش ثاني. اتفضل. عايز ايه يا ابو العربي؟ لا مؤاخذة يا باشا، بعد إذنك يعني عايز تقول ايه يا ابو العربي؟ اتكلم خلصني. الأستاذ خالد. محدش يجيب لي سيرته. هو صحيح غلطان. اسمع، انت هتحل مكانه مؤقتا. أني؟ لا يعني ما أقدرش، ده حتى تبقى قلة أصل مني. أصل إيه وفصل إيه يا راجل أنت؟ إحنا في دوار ولا طابونة؟ إحنا في شركة محترمة، والكلام اللي أقوله يتنفذ. طب ما تشوف أي حد غير اللي الشغلانة دي يا باشا. اسمع الكلمة اللي أقولها لازم تتسمع، فاهم؟ إحنا ورانا مسؤوليات، شغل متلتل وصفقات ومواعيد، مش فاضي أنا اللعب العيال ده. أنا عايز وأنا بدور على يوسف يبقى في رجالة ورايا تشيل المسؤولية. تقدر ولا لأ؟ أقدر بعون الله. اتفضل. في ايه؟ ما تقابل الراجل اللي بره ده قاعد مستنيك بقاله 3 ساعات. ما يقعد، هو شريكي؟ ما تديله فلوس ومشيه. ايه دي الحنية دي؟ عامل لي فيها شفيق نور الدين في القاهرة 30؟ مش القصد يا باشا، بس شكله غلبان. اهو ده بقى بالذات مش هديله فلوسه. ما هو ده بقى بالذات هينط لنا كل يوم. طب خليه يدخل. اتفضل يا حاج. اتفضل. السلام عليكم يا حاج. اهلا. انت حلقت دقنك ليه؟ وانت لا سمح الله يا حاج زعلان مني في حاجه؟ هزعل منك ليه يا اخويا وانت على ذمتي؟ امال مش عايز تقابلني ليه؟ مش عايز اقابلك عشان السوق زفت ومزاجي مش رايق والعمله كل يوم في النازل، فهمت؟ ايوه بس انا معلوماتي بتقول غير كده. معلوماتك؟ وجبت يا اخويا معلوماتك دي منين؟ بتشتغل في المباحث؟ طيب ما تديني فلوس يا حاج زي ما هي كده ونفضل حبايب. اول ما السوق يفتح بس معايا شويه هديهم لك من العين دي قبل العين دي. انت كل مره بتقول الكلام ده يا حاج وانت عارف ان ده شقة عمري. ايوه طب اعمل لك ايه؟ السوق كده. وبعدين انا عايز اقول لك حاجه، انت اول ما جيت تديني الفلوس انا قلت لك ايه؟ قلت لي السوق مش مضمون. عداني العيب. عداك يا حاج. طيب اجي لك امتى تاني يا حاج؟ يعني 3 4 اسابيع كده وعدى عليا، بس ادعي لي انت. يا رب. اتفضل يا حاج. تعال يا خميس. امورنا يا باشا. بقول لك ايه، احنا عايزين نرجع تاني نفتح اكشاك الامن الغذائي. اشمعنى؟ يعني ايه اشمعنى؟ كوموفلاج، تمويل. جاني اخباريه ان بتوع مباحث الاموال العامه عينهم علينا. ايوه يا باشا، بس الحال ما بقاش زي الاول.
لا الاكل هيبقى مدعوم ولا هناخد حصه من حصص فراخ الحكومه. مش عايزين منهم حاجه. طب واحنا هنجيب منين؟ هنستورد يا اخويا، ما كل حاجه بقت مستورده دلوقتي. الصابون والشامبو، ده الفول المدمس بيستوردوه. استنى يلا. الو باشا، قلقتك؟ ربنا يخليك ليا، هو انا اقدر استغنى عنك؟ بقول لك يا باشا، ما تعرفليش مكان كده بره استورد منه لحمه وفراخ بس يكون رخيص كده. اليونان؟ حلو حلو اليونان. احنا نعرف مين بقى يا باشا في اليونان؟ اكرم زهني. اكرم زهني بتاعنا والله. طب حلوه دي. عندك نمره يا باشا؟ ايوه اديهاني ولا. ادي اللي كنت عامله حسابه. يمكن الراجل معذور بجد. هو مين بس اللي معذور يا امين؟ انت بتضحك على روحك ولا بتضحك علينا؟ يا بابا حسين الدهشان بقى اكبر تاجر عمله في البلد. تحويلات المصريين اللي بتجيله من بره بتعدي الملايين في الشهر. وبالمناسبه بقى محطوط تحت عين مباحث الاموال العامه عشان كده. يعني معاه فلوس؟ طبعا معاه فلوس. امال مش عايز يديني فلوسي ليه؟ لانه نصاب. النصاب مهما كان معاه فلوس النصب في دمه. غيه هوايه مزاج انه يضحك على البشر. مش بس كده يا احمد، حسين الدهشان ممكن يدي اي حد فلوسه الا ابوك. تفتكري موضوع مع خالي لسه جواه وفاكره لغايه دلوقتي؟ وهيفضل جواه طول عمره. انت فكرك هو اتجوز كليو ليه؟ عشان عارف انها حبيبه خالك، واي حاجه يقدر ياخدها من محمود المصري هياخدها، شركته، خطيبته، فلوس جوز اخته. بس انا ليا صرفه يا امين. اسمعي يا كليو، انت عارفه انا بحبك بجد قد ايه. وانت كمان وحشاني قوي عليا، بس انت عارفه الظروف. عارفه وفاهمه ان جوزك اكيد هيمنعك تشوفي اي حد من ريحه محمود، بس مادام هو عامل فيها كبير قوي كده ومش عايز اي حاجه من ريحته، ما يقربش بقى من فلوس اخت محمود ولا ايه؟ فلوسك انت عليا؟ حسين واخدها منك؟ هو انت ما تعرفيش؟ اعرف ايه؟ 100,000 جنيه شقه جوزي في الغربه، سي حسين خدهم عشان يشغلهم ونام عليهم. الكلام ده بقاله قد ايه؟ داخلين على سنه، لا حس ولا خبر. وازاي ما تقوليليش؟ ما رضيتش اوجع دماغك يا كليو، وقلت لنفسي جايز يكون حسين ده اهتدى بحقه حقيقي، بس واضح ان ديل الكلب. انا اسفه يا كليو، بس انا متغاظه بجد. كان نفسي اشوفك بعد كل المده دي وانت في ظروف احسن من كده، بس ما تخافيش عليا، انا هعرف اتصرف. وانت من امتى بتتدخلي في شغلي؟ لحد كده وكفايه يا حسين. ترجع للراجل فلوسه، يا اما هيبقى اخر يوم بيني وبينك. اعتبر ده تهديد. سميها زي ما تسميها، مش هتدفع قول مش هدفع، وانا بقى عليا الباقي. يا سلام، هتعملي ايه؟ هدفعهم انا، بس هعرف اخدهم منك كويس قوي. انا عايز اعرف انت محموقه قوي كده ليه؟ عشان اخت سروميو القديم هي اللي جات لك المحل. عيب الكلام ده يا حسين، احنا مش صغيرين. وما احنا مش صغيرين يا ست هانم يا متجوزه يا محترمه. مش عيب لما تتكلمي على فلوس واحد قريب خطيبك القديم؟ طب حط في عينك حصوه ملح. انا اللي احط في عيني حصوه ملح؟ طب يا اخي كبرني قدام الناس اللي عاشرتهم واعرفهم طول عمري. الناس اللي عاشرتيهم ولا محمود المصري؟ وافرض. افرض؟ اسمعي يا ست انت، انا لو اديت للدنيا كلها فلوسها امين ده بالذات مش هديله مليم احمر، والكلام ده مش عايز اسمعه تاني هنا في بيتي. واضح؟ اديني عملت بنصيحتك يا شوقي وعملت اعلان، حصل ايه بقى؟ اهدى يا محمود، اهدى واصبر اما نشوف ايه رد الفعل. حاسس ان انا عامل زي الولايه، بعمل اعلان عشان اقول للناس دوروا لي على ابني. في ايدك ايه تعمله وما عملتوش؟ وزير الداخليه ورحت له، جورج اتهجمت عليه في مكتبه، مفيش مستشفى ما دورناش فيها، هتعمل ايه تاني؟ اي حد ممكن يعمل اللي احنا عملناه، بس انا بقى لا. يعني ايه يا محمود؟ انا مش عارف ايه اللي مسكتني لغايه دلوقتي. ايه اللي جرالي؟ ابني اتخطف ومعاه سيلينا بنت جورج، هي رجعت وهو اختفى. عايز تقول ايه يا محمود؟ يا ويلك مني يا جورج. محمود راح فين يا محمود؟
دلوقتي انا يوسف ابني غايب عني ومن الاخر مخطوف، وطبعا انا مش هسيب حقي ولا هستنى حد غيري يجيبه. احنا كلنا في ناس يوسف يا محمود بيه. انا عارف ان انتوا جدعان ابو العربي، عارف ومتاكد، بس ده طاري ابني واتاخد مني ولازم اجيبه. اللي قطفه جورج نيكولاس او حد من اللي تبعه. طب ما نخطف بنته زي ما خطف ابنك. هو بلطجي، انا لا. انا لما احب اخد حقي اخد حقي منه هو مش من بنته. بنته مالهاش اي ذنب يا ابو العربي. اللي تؤمر بيه يا محمود بيه. دومينيك، متهيألي انت ادرى واحد بمخارج ومداخل مكتب الامن اللي فيه اليانوس. عارفه اكتر من بيت يا محمود بيه. كويس قوي. انا عايزك هناك طول اليوم من اول ما يجي اليانوس لغايه لما يروح بيته. عشان مش عارف عشان ايه، بس اعمل اللي انا بقول لك عليه دلوقتي. ولو شفت اي حاجه غريبه او اليانوس مثلا خارج بدري، خارج معاه حد كده، بلغني فورا بالتليفون. بالليل عايزك تفوت عليا عشان في حاجات تانية عايز اقولها لك تعملها. اللي تؤمر بيه يا محمود بيه. الله، طب واحنا؟ لا انتوا لا يا ابو العربي، انا جايبكم هنا عشان اقول لكم ان الفتره اللي جايه انا ما عنديش دماغ للشغل. انا متبرجل يا ابو العربي، عايز في ظهري رجاله. مش عايزين نخسر الارضيه اللي كسبناها ولا عقود نقل البترول. كانك موجود واكتر يا باشا. ده العشم برضه ابو العربي. اتفضلوا. يلا. يعني جريجوري ابن خالتي وماسك سنترال اتينا. اهلا جريجوري. اهلا مسيو محمود. انا حكيت لجريجوري عن افضالك عليا وانك انقذتني من الموت، وهو جاهز لكل طلباتك. اسمع جريجوري، انا عايز اقول لك ان انت اللي هتعمله ده هتعمله عشان خاطر تنقذ حياه ابني، مش اكتر ولا اقل. تحت امرك مسيو محمود. دي ارقام تليفونات مكتب جورج نيكولاس وبيته ومكتب التمثيل التجاري المصري. عايز تقرير يومي عن المكالمات اللي بتحصل في الارقام دي. ممكن؟ في ورديتي ممكن. لا انا يا ريت تخلي ورديتك بالنهار لان ده ميعاد الشغل بتاعهم. اوكي مسيو. ارجوك محمود بيه، جريجوري مش ياخد فلوس. استنى انت بس يا هاني، ده جزء من الدين اللي عليا، وعلى رأي المصريين احنا برضه جدعان. معلش عشان خاطري محمود بيه. عشان خاطري ما تنساش التقرير اليومي. اوكي مسيو. اتفضلوا. اخطف بنته. الحمد لله على السلامة يا عريس. اهلا يا نادل يا صغير. ايه اخبارك؟ ايه اخبارك انت؟ طمني، ايه اخبار الهانيمون؟ يا سيدي اسبوع وراح خلاص. اسبوع كفايه قوي برضه عشان صحتك. جرأة امريكاني بتاع التيك اواي، انا لسه شباب. بقول لك ايه، العروسه باين عليها مبسوطه قوي. ها جينا في ايه؟ ارفع السماعه. واحد من مصر بيقول اسمه حسين الدهشان. الو. ايوه يا حسين، ازيك؟ ايه اللي فكرك بيا؟ بتفكر فيا على طول؟ غني عليا، غني يا اخويا. ايوه ماشي يا سحسح، هفوتها لك المره دي. انا كويس الحمد لله. قول لي بقى ايه الحكايه؟ ايوه كده، قول بقى انك عايز تعمل بيزنس في المواد الغذائيه. يا سيدي انا ممكن ارتب لك اي حاجه انت عايزها، فراخ، لحوم، اي حاجه انت عايزها. لا بس الكلام في التليفون ما ينفعش. لا بص انت حط نفسك في اول طياره وتعالى عشان نتكلم براحتنا. يلا سلام. شكلنا هنعمل بيزنس ولا ايه؟ شكلك انت اللي هتعمل بيزنس. ايوه يا استاذ جورج. شرخيه وتحقيق. لا يا راجل انا ما بشتغلش في الحاجات الصغيره دي. صغيره ايه يا عم؟ واحنا شفنا الكبير عشان تقول لي صغير؟
وبعدين حتى كريستينا خدها منا محمود المصري. يعني انا قلت يمكن المواد الغذائيه والحاجات دي فيها مصلحه. طب ما تعمله انت وتستفيد. طيب على العموم انت باين على دماغك مشغوله بيوسف المصري وبنتك. لا ده الموضوع خلاص خلص. ادخل خليك معايا. في ايه يا انسه؟ الجواب ده هجيب حضرتك واللي جابه قال لي يوصل على طول. هكلمك بعدين يا اكرم. سينور. سيلينا الحمد لله، الحمد لله انك بخير يا بنتي. الكلاب كانوا عايزين يخطفوكي، يحرموني منك. مين دول؟ هيكون مين غير المصري وعصابته؟ ليه بتقول كده؟ بعت لي جواب تهديد على المكتب. ما انت ليك اعداء كتير، اشمعنى المصري هو اللي بعت لك الجواب؟ محدش يجرؤ يبعت لي جواب زي ده غيره، وهو اللي تهجم عليا في مكتبي. اكيد عملت فيه حاجات خليته يعمل فيك كده. بطلي التخريف ده بقى يا سيلينا. ده رأيي. خلي رأيك لنفسك. الو، الامن؟ وزارة الداخلية، في قنبلة هتنفجر في جورج ستورز بعد نص ساعة من دلوقتي. هيكون في حرس على باب اوضتك وعلى باب الفيلا، ممنوع تخرجي بره الأوضة من غيرهم. ده سجن؟ السجن في بيتك أحسن من خطفك وتهديدك. الو، ايوه انا. مين عندي في المحل؟ والبوليس؟ طيب انا جاي حالا. مفيش غير الكلاب. الحمد لله البلاغ طلع كذا. بس شكل الزباين وهم بيجروا علشان يخرجوا من البوابة وينطوا من فوقها ويدوسوا على بعض، والمصورين وهم بيصوروهم كل ده هينزل في جرايد بكرة واحنا في عز السيزون. يا ترى مين عمل كده يا مسيو جورج؟ انا عارف مين سينيور جورج؟ بكرة تعرف. يلا روح شوف شغلك وطمن الناس، سيبني انا هتصرف. اوكي. ايوه يا اكرم، شفت المصري عمل ايه؟ يا جورج ما تنساش ان ده ابنه الوحيد. ما هي سيلينا بنتي الوحيدة. ايوه بس ابنه هو اللي مخطوف. يستاهل. خلاص يبقى تستحمل انت بقى شويه مشاكل. فاكر اني هتراجع؟ يا سيدي انا بقول لك اتراجع، انا بقول لك رجع له ابنه، هو درس وتعلمه بعينه. خلاص يا سيدي انت حر، بس المهم ما يشمتش فيك في الاخر. هو دلوقتي رقبته تحت رجليه. مع السلامه يا اكرم. ايه يا حبيبي رايح فين؟ عندي ميعاد في السفاره لازم اروح. طيب ما تتأخرش. الو. ايوه يا جينا، انا كريم. عارفه عمك مش هنا، راح فين؟ السفاره المصريه. راجع تاني؟ لا. يعني لو جيت لك دلوقتي هنبقى لوحدينا؟ وبعدين معاك يا كريم، احترم عمك واكبر بقى. انا حبيتك قبله يا جينا وهو اللي خطفك مني. بطل شغل العيال ده واكبر بقى. انا كبير وعارف انا بعمل ايه كويس. وبعدين لو بتحبيه قوي كده لازم تشكريني لاني انا اللي خليته يتجوزك. ليه بقى؟ لان انا اللي بعت الجواب لمراته الاولانيه. انت اكيد مجنون. بحبك يا جينا، اعمل ايه؟ زي ما توقعت بالظبط. يعني جورج هو اللي خاطف سيوسف؟ مش هو لوحده. اخص على اكرم ده، بقى يبقى عارف كل حاجه ومصري زيك وما يقولكش. اكرم بيكرهني اكتر من جورج، بس شوف ربنا سبحانه وتعالى بعت له ابن اخوه عايز يفوز على شرفه. وهتعمل ايه يا محمود بيه؟ انا الحاجه الوحيده اللي مطمناني لغايه دلوقتي ان يوسف لسه عايش. ربنا يجيبه بالسلامه. تؤمر بحاجه تانية يا محمود بيه؟ لا يا ابني، انا مش عارف اشكرك ازاي جريجوري. وديك سمعت لنفسك عشان تعرف انك بتساعدني عشان اجيب ابني. عارف يا محمود. احنا زي ما احنا احتمال نعرف مخبين يوسف فين،
كل تليفوناتي هتاخدها من يعني. اتفضل اقعد اشرب. اقعد. دومينيك عايزك. محدش يتحرك من قدام باب اوضتها، وممنوع تخرج بره الفيلا، مفهوم؟ ايه ده؟ هيا. برافو دومينيك، برافو. خش على اللي بعده. ولسه يا جورج، لسه ياما هتشوف مني. أنا آسف إني جيت في وقت مش مناسب. ايه؟ عايز ايه؟ يوسفنا بلغ سيادتك إن مفيش ولا زبون دخل المحل من الصبح لحد دلوقتي. ده غير إن في قلق في البورصة وفي الشركات العالمية اللي بنستورد منها البضاعة. طب روح أنت وأنا هتصرف. اليانوس، يوسف المصري. ايه اللي بتقوله ده يا جورج؟ الموضوع ما وصلش للدرجه دي. عاجبك اللي بيحصل فيا؟ لا طبعا مش عاجبني، بس انا متهيألي يعني لو ابنه رجع له الموضوع اللي بينكم هيهدى والحرب دي تقف بقى. وكمان لو اتلقت جثة ابنه مرمية طريق الجبلي كأن عربية صدمته، قضاء وقدر، ساعتها هيسلم وهيهدى وهيرتاح ويريحني انا كمان. انا ما اقدرش اعمل كده يا جورج. ايه؟ ما انت ياما عملت، ولا خايف احسن كاترينا تزعل؟ جورج. اليانوس، ابعت ايليا جزيرة سانتا هيلانا يقتله مطرح ما هو مخبيه. انت بتديني اوامر يا جورج؟ يا يوسف المصري يتقتل يا قضيتك اليانوس. إيليا! الو؟ ايه جريجوري؟ طمني ايه الاخبار؟ بتقول ايه؟ هيقتلوه؟
الجديد.